بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. معلش يا جماعة عشان الإضاءة بايظة، لأن أنا نسيت أجيب الباور بانك اللي أنا بشحن بيه الرينج لايت، فالدنيا عندي مش أحسن حاجة. ما علينا، بكرة عيد ميلادي، بكرة عيد ميلادي، بكرة 24/2، أسوأ يوم في حياتي وأسوأ يوم في تاريخ البشرية حرفيا بكل معنى الكلمة. أنا مش عارف أنا اتولدت ليه ولا أنا عايش ليه أصلا من أساسه. ما علينا، أنا بحبكم في الله وبشكر كل الناس اللي متابعاني على الانستجرام وعلى التيك توك، اللي هم عدد قليل جدا جدا جدا، ما يعدوش ال1000 واحد، وبشكر ال1170 واحد اللي عندي على اليوتيوب. بشكر كل المشتركين وكل المتابعين على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى الانستجرام، لأن هي دي المنصات بتاعتي أنا بس حاليا، المنصات بتاعتي أنا. شكرا شكرا شكرا. بكرة عيد ميلادي، بكرة عيد ميلادي. مش هقول لكم أنا هتم كام سنة، لأن أنا مش عايز أوصل لبكرة، وأتمنى إن بكرة ده ما يجيش. مش متخيل بكرة هيجي إزاي. طبعا أول مرة أصور قبل الفطار، والنهاردة يا جماعة أنا صاحي، من الساعة 4:30 قبل صلاة الفجر بنص ساعة. يا دوبك اتسحرت، يعني أصل أنا بفطر وأتسحر مع بعض يعني، ورحت صليت، وبعد كده قضيت يوم حلو مع نفسي. طبعا كنت شغال بعمل شوية شغل كده عشان ولا شيء، احنا بنشتغل لله وللوطن. ما علينا. ازيكم يا جدعان؟ اخباركم ايه واخبار الدنيا عندكم؟ رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. انا طبعا بعتمد دلوقتي على النور بتاع الاضاءه اللي فوق ده، وكمان برضو نور الشباك، نور الشمس اللي جاي من الشباك، ومش قادر اتكلم خالص، لكن قلت اما اصور ممكن اطلع اللي جوايا وبس، مش اكتر يعني. رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بشكر كل الناس اللي بعتوا لي رسائل على انستجرام وعلى التيك توك وعلى الايميل بتاعي. اكتشفت يا جماعه ان في ناس بتبعت لي رسائل على الايميل بتاعي، لان انا قافل التعليقات على اليوتيوب يا جماعه. انا قافل التعليقات على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، والله قافلها يا جماعه. ليه انا قافل التعليقات؟ لان التعليقات على السوشيال ميديا، لان التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وخصوصا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، كلها سبام، كلها سكام، حاجه مقرفه قمه القرف. ما علينا. بكره عيد ميلادي يا جماعه، انا عايز هدايا. انا كل سنه بيجي لي هدايا كتير جدا، بس انا ما باخدش هدايا من حد، تمام؟ بس السنه دي عيد ميلادي جاي في شهر رمضان، فمش هعرف احتفل، مش هعرف احتفل خالص. طبعا بهزر، انا عمري ما احتفلت بعيد ميلادي، واصلا من اساسه عيد ميلادي ده بيكون اسوأ يوم عليا في السنه كلها. يعني الواحد بيقعد يفكر كده، هو ايه اللي انا عملته في حياتي يستاهل ان انا احتفل بيه اصلا من اساسه؟ ايه اللي انا عملته في حياتي عشان احتفل بيه؟ ايه اللي انا عملته في السنه اللي فاتت؟ عشان اجي احتفل بيه دلوقتي؟ للاسف الشديد مفيش حاجه. انت ما عملتش حاجه، انت كل اللي انت عملته ان انت خدت على دماغك، خسرت فلوس واتدينت وطلع عينك واتمرمطت وتعبت اكتر واتذليت واتهنت، وبعدين طب ليه تعيش بقى؟ تعيش ليه؟ وجالك اكتئاب اكتر ما هو موجود، فبقيت مكتئب وحزين ومهموم ومغموم وزعلان وجعان وعطشان، طبعا عشان الصيام. لكن بعيدا عن ده كله، فانا اتعلمت الدرس ان انا اعيش اللامبالاه واكون لا منتمي لاي حد. اعيش فن اللامبالاه، اكون لا مبالي ولا منتمي، وما يبقاش عندي انتماء لاي حد. يبقى عندي ايه بقى؟ عندي لا انتماء وعندي لا مبالاه. فمن الاخر كده انا لا منتمي ولا مبالي، مش فارقه معايا. سيبها تخرب، سايبها تولع، سايبها تروح، سايبها تيجي، مش مهم. طز في اي حاجه وطز في اي شيء وطز في اي حد. اهم حاجه عندي هي الروقان وبس، مش عايز اي حاجه تانية غير كده. الروقان هنا يا جماعه خلي بالكم، مش معناه ان انا اشرب مخدرات ولا ان انا اتعاطى كحوليات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. بكرة عيد ميلادي يا جماعة. بشكر كل الناس اللي قالت لي كل سنة وانت طيب، مع ان مفيش حد قال لي كل سنة وانت طيب، بس انا بتخيل ان انا عندي ناس، بتخيل ان في حد قال لي كل سنة وانت طيب. وعلى فكرة يا جماعة انا مبسوط ان ما عنديش حد في حياتي، لان الناس دلوقتي بقوا صعبين جدا، وبقوا وحشين جدا، وبقوا سيئين جدا،
وبقوا سخيفين جدا وبقوا سلبيين جدا وبقوا. فالحمد لله ان انا لوحدي، الحمد لله ان انا لوحدي، وهفضل عايش طول عمري لوحدي، مش محتاج لحد ولا محتاج لشيء ولا محتاج لحاجه ولا محتاج لحاجه وطز في اي حد وطز في اي شيء وطز في اي حاجه. انا لوحدي تماما، وان شاء الله تعالى هكمل لوحدي لحد ما اقدر احقق احلامي واوصل لاهدافي وابقى مليونير باذن الله تعالى. ده الهدف بتاعي، ان انا حطيت هدف في حياتي ان انا ابقى مليونير وبس. انا مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا غير ان ابقى مليونير 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 وبس كده. عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي عيد ميلادي بكره يا جماعه، عيد ميلادي بكره، عيد ميلادي بكره، عيد ميلادي بكره، وده هيكون اصعب يوم في حياتي، اصعب يوم في حياتي واسوأ يوم في حياتي. مش عارف اقول ايه، بس كل اللي انا اقدر اقوله ان يوم عيد ميلادي ده بيكون يوم غريب مريب عجيب رهيب ملوش قريب ولا حبيب. بيكون يوم صعب صعب صعب، بس الدنيا صعبه، بس مش مهم. انا اصلا كنت خايف من اليوم ده يجي وما كنتش عايزه ان هو يجي. افهم بقى اللي ما بين السطور براحتك، يعني انا كده كده ما كنتش خايف من حد وعمري ما خفت من حد، وكده كده مش فارقه معايا. فان شاء الله خير، وانا متفائل بالخير وعارف ان ربنا مش بيقدر ليا غير كل خير، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن. انا متفائل ومؤمن ان كل اللي جاي خير، لان ربنا مش بيقدر ولا ليا ولا ليك ولا ليها ولا ليهم ولا ليكو ولا ليه ولا لأي حد غير كل خير. فربنا مش بيقدر لينا كلنا غير كل خير. فالحمد لله انا مؤمن بالله ومتأكد ومتيقن ومتفائل ان ربنا مش بيقدر ليا غير كل خير. مش عايز اي حاجة غير الصحة والستر وراحة البال والفلوس، وان انا ابقى مليونير وبس كده. يعني انا حطيت هدف في حياتي ان انا ابقى مليونير، وحطيت حلم المفروض ان انا احققه ان انا اكون حر. انا عايز اكون حر، حر ماليا، حر ماديا، حر نفسيا، حر ذهنيا، حر روحانيا، حر اخلاقيا، حر اجتماعيا، حر سياسيا. المهم ان انا اكون حر، حر تماما من كل القيود، من كل العقود، من كل السدود. اللي انا بقوله ده مش مهم، ما علينا. ده تأثير الصيام، لان انا صايم، انا صايم الحمد لله. رمضان كريم عليكم، كل سنه وانتم طيبين. واتمنى ان رمضان ده يعدي على خير، وان السنه دي وان السنه الجايه تبقى احسن من السنه دي، وان انا اوصل لهدفي واحقق حلمي في 2026. وان شاء الله تعالى السنه الجايه كل سنه وانا طيب، كل سنه وانا لوحدي، كل سنه وانا مع حالي، كل سنه وانا بنفسي، كل سنه وانا بنفسي، كل سنه وانا بعيد عن الناس، كل سنه وانا ما عنديش حد، كل سنه وانا مكتفي ذاتيا، كل سنه وانا مستقل، كل سنه وانا مستقر، كل سنه وانا بعيد، كل سنه وانا جديد، كل سنه وانا بحاول اتغير، كل سنه وانا بحاول، كل سنه وانا بحاول، كل سنه وانا بقاوم، كل سنه وانا سعيد، كل سنه وانا طيب، كل سنه وانا بخير. الحمد لله. هو انا كنت فين وبقيت فين ما عادتش تفرق، ما علينا. انا مستني اذان المغرب عشان انزل افطر، وبعد كده اخرج اشوف مصالحي واشوف شغلي. والحمد لله تعالى انا بقيت بنام بالليل وبصحى بالنهار، وده اعظم انجاز في حياتي. والحمد لله ولا عندي واتساب ولا فيسبوك، والحمد لله تعالى قافل موبايلاتي، ولا عندي انستجرام، ولا بتواصل مع الناس، ولا عايز حد يتواصل معايا. انا عايز اكون لوحدي، لوحدي تماما، بعيدا عن الناس كلها. مش عايز حد جنبي ولا عايز حد معايا. انا عايز اكون في حالي مع حالي لحالي، والحالي في حلالي مع حلالي احلالي. انا مش عارف بتتقال ازاي، بس ما علينا. اتمنى السنه دي تبقى احسن، لان انا تعبت جدا 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 في 2026. ايه ده، احنا لسه في 2026؟ انا قصدي يعني ان انا تعبت في اخر سنه من حياتي. تعب تعب تعب، لكن كله بيعدي وكله بيهون. لعل وعسى الايام الجايه تبقى احسن، لعل وعسى ان بكره يبقى اجمل، لعل وعسى ان بكره يبقى افضل، لعل وعسى